اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من الكورتاجي. النهارده عندنا شويه اخبار عالميه ومحليه مولعين الدنيا. منهم اول خبر عندنا طبعا كيليان امبابي. زي ما انتم عارفين ان كيليان امبابي شاغل العالم كله سواء محليا او دوليا. كيليان امبابي كان بيلعب في باريس سان جيرمان، ولسه من كام يوم اخبارهم باخر قرار عنده ان هو مش هيجدد في باريس سان جيرمان. راح لناصر الخليفي وقال له انا فعلا مش هجدد العقد، وما تبعتوليش اي اوفر جديد عشان انا فعلا مش هجدد العقد مهما كان سعر او مبلغ العقد الجديد. طيب، طلع من عند ناصر الخليفي وراح التمرينه وراح قال لزمايله انا برضو مش هجدد العقد. كيليان امبابي ذكي جدا لان هو ما رضيش يقول لهم انا رايح نادي ايه. هم سالوه قالوا له انت هتروح نادي ايه، ما رضيش يقول لهم. زي ما انتم شايفين طبعا الاخبار ان هم شافوه في كاتالونيا في برشلونه، واللي شافه في ريال مدريد، واللي شافه. وزي ما انتم عارفين برضو ان الانديه كلها بتجري عليه، سواء انديه انجليزيه او انديه المانيه او انديه اسبانيه. في الاخر خالص كيليان امبابي 90% هيمضي في ريال مدريد، مش بنفس سعر العقد اللي هو كان هيمضيه في 2022 ب 225 مليون يورو. لا، ده اقل واقل جدا، واحتماليه ب 100 مليون يورو لمده 5 سنين. العقد بالفعل وصل لوالدته ووصل للمحامي بتاعه والناس المقربين، وهم دلوقتي فعلا بيتخذوا قرار ان كيليان امبابي يروح لريال مدريد. بس ده نيجي على الخبر التاني برضو دوليا، وتشابي الونسو. تشابي الونسو في الدوري الالماني مع باير ليفركوزن قلب الدنيا. الاول على مستوى الدوري ب 58 نقطه، الاعلى من بايرن ميونخ متخيلين ب 8 نقط. طبعا بايرن ميونخ بيعرض عليه طبعا ان هو يجي مكان توخيل، لان توخيل عنده هيرحل اخر الموسم. وتشابي الونسو عرضوا عليه فعلا ان هو يجي يدرب بايرن ميونخ. تشابي الونسو ما خسرش ولا ماتش، لعب 22 مباراه وتعادل 4 مباريات، وعامل ماتشات هايله جدا 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 في الدوري الالماني. وفي الدوري الاوروبي ما خسرش ولا ماتش برضه. بصراحه تكتيكه عالي وذكائه عالي واستراتيجيه عاليه في الماتشات، وتوظيف اللعيبه بطريقه عاليه جدا 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 جدا. بصراحه شابوه لتشابي الونسو. وده الخبر التاني زي ما قلت لكم. الاخبار المحليه، النادي الاهلي المصري يضع قدما في دور ال16 بطل افريقيا. طبعا زي ما انتم عارفين ان هو لعب في افريقيا في المجموعات ولعب 5 ماتشات، فاز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات، عنده 9 نقاط. طيب، عنده شباب بلوزداد في مجموعته ويانج افريكانز وميدياما. زي ما انتم عارفين النهارده قبل ما يلعبوا الماتش كمان النهارده الطياره عطلت بيهم في ميدياما وما كانوش قادرين يروحوا، وكان ليله. واتصلوا بالكره الافريقيه بالاتحاد الافريقي لكره القدم، ان هم ابلغوه قالوا له احنا عندنا مشكله 1 2 3 ان احنا الطياره بتاعتنا عطلت فعلا واصطدمت، مش فاكر بتاع بنزين زي ما الاخبار بتقول يعني، والطياره ما قدرتش تقلع فعلا بيهم. الحمد لله النهارده ربنا كرمنا كمان ان احنا فزنا عليهم بعد الاخبار السيئه اللي كان الواحد حاطط ايده على قلبه. من الاخبار المحليه اللي اشغلت مصر الفتره الاخيره، عبد الله السعيد اخيرا في الزمالك زي ما هو قال على الانستجرام. عبد الله السعيد مضى للزمالك موسم ونص مقابل 18 مليون جنيه مصري، وهو بنفسه ادلى بتصريح على الانستجرام اخيرا انا في نادي الزمالك. ولما قابل رئيس نادي الزمالك قال له انا تاخرت 10 سنين على انضمام لنادي الزمالك، او عادي اتاخر 10 سنين. كل التوفيق طبعا لكابتن عبد الله السعيد، من اقوى خطوط النص في مصر ويمكن في العالم العربي. نيجي للدوري ابطال اوروبا، وكان يوم الثلاث طبعا، وكان عندنا ماتشين اسخن من بعض. اول حاجه طبعا اتلتيكو مدريد وانتر اللي خلص 1-0. جوزيبي طبعا زي ما انتم عارفين وسيميوني الاثنين بيلعبوا دفاع بحت، الاثنين بيرزعوا ببعض بس في الدفاع. مفيش الكوره اللي هي الكوره السلسه الحلوه دي اللي احنا بنحبها. الماتش خلص 1-0 زي ما انتم عارفين طبعا، وكان على ارض انتر ميلان في ايطاليا. الماتش التاني طبعا زي ما انتم عارفين كمان كان بورتو ارسنال، الماتش اللي كان مولع نار. اللي في اخر الماتش طبعا اخر دقيقه في الدقيقه 93 اللاعب البرازيلي اللي اسمه جيلياني هو اللي جاب الهدف.
انت عارفين البرازيليين طبعا مهما احنا اتكلمنا عليهم كتير هم جامدين. ده وجيلياني ده كمان للمعلومه كمان ده اللي عازف برشلونه في الماتشات الاخيره. نروح ليوم الاربع ونابولي وبرشلونه في ايطاليا في ملعب مارادونا. زي ما انتوا شفتوا الماتش كان ماتش مولع نار. تشافي كان مسيطر على الشوط الاولاني بطريقه عجيبه في عقر دار نابولي. انتوا متخيلين؟ انا زعلان جدا ان الشوط الاولاني خلص تعادل 0-0. ليفاندوفسكي طبعا في الدقيقه 55 احرز الهدف الاول ليتقدم برشلونه. وجينا في الدقيقه 76 اوسيمين جاب الهدف وجاب التعادل. انا زعلان جدا 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 ان برشلونه بعد الماتش اللي هي عملته ده انها ضيعت 3 نقط منها.